السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله نوجد معكم اللحم بالملوخية. بسم الله على بركة الله. هنا عندي نصف كيلو ديال اللحم البقري، وهنا عندي واحد البصلة كبيرة، وكذلك عندي هنا التوابل. عندي هنا شوية ديال الملح، شوية ديال سكينجبير، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال الإبزار. عندي هنا تحميرة أو بابريكا، وعندي هنا واحد القبيصة ديال القزبر يابس مطحون، وكذلك عندي هنا واحد جوج الفصوص ديال الثوم محكوكين رقاق. عندي هنا واحد نصف كاس ديال الماء. غادي ناخد الثومه نحيدها نحطها في الطبسيل، وغادي ناخد هنا هاد الماء. غادي ندير تقريبا واحد نص كاس ولا ربع كاس غير باش نخلط هاد التوابل، لانني انا غادي نرقد هذيك اللحيمه اللي شفتو. ضروري غنرقدها ونخليها واحد القسمين ولا ربع ساعه. كيف تشوفوا معايا غادي ندوزها هنا. صافي غادي نرقدها ونخليها كيف قلت لكم واحد ربع ساعه ولا على الاقل قسمين د المكانه تشرب اللحيمه باش كتجي بنينه، حيت انا ما غاديش نشحرها، غادي نحطها فوق البصله ديريكت. وهنا غادي نغطي عليها وغنمشي ناخذ ديك البصيله. وهنا الطاجين عندي راه درت فيه الزيت تقريبا واحد القسمين باش درت فيه ديك الزيت باش تشرب لنا الزيت الطاجين. هاد الملاحظه مهمه. الطاجين ديروا له الزيت قبل وخليوه باش كيشرب ديك الزويته وما كيلصق لكمش. صافي غنحط هنايا اللحيمه فوق البصله، وغادي نزيد هنا واحد ربع كاس ديال الماء فقط. ما غاديش نعاود نزيد نهائيا لان البصيله راه غتطلق لينا الماء، والطاجين كيطيب على المهل وكيجي بنين. صافي غادي نغطي عليه وغنمشي باش نوجد معكم الملوخيه والكورجيط، لانني غير رافقه انايا الكورجيط مع الملوخيه. هنا الملوخيه كنحيدو لها هاد البيوضه اللي فوق هداك الطربوش ديالها، وكنقشروا لها هادوك الجوانب، كنحيدوا ديك الكحوله اللي في الجوانب. كنهضر على هاد الكحوله هادي كنقشروها بالموس. هي واحد الملاحظه الاخوات، ضروري ما تغسلوش الملوخيه حتى تنقيوها، عاد غسلوها راه غتطلق لكم الخيوط. الا غسلتوها غتعذبكم وما غتبقاوش تحكموا فيها نهائيا. هنا خديت الكورجيط غادي حتى هي نغسلها. وعندي هنا واحد الحبه ديال المطيشه، وهنا واحد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس. وغادي ندوز ان شاء الله باش نشوف الطاجين ديالنا. ها هو بدا تيغلي. صافي غادي نعاود نغطي عليه وغنخليه حتى طيب لينا هذيك اللحيمه ودير لنا نص طيبه ان شاء الله. عاد باش غادي نزيد عليها الملوخيه والكورجيط راه كيطيبوا دغيا، يعني غادي يكملوا الطياب معاهم. بالنسبه للملوخيه هي هذه، انا بديت كنقيها ونكملها ونتلاقى معكم. وهنا الملوخيه بعد ما نقيتها عاد مشيت غسلتها، حيت راه ضروري حتى كنقيوها عاد كنغسلوها باش ما تعذبناش ملي نكونوا كنقيوها، لان كتطلق هي واحد الخيوط. هنا راه اللحيمه طابت، يعني دارت نص طيبه، وغادي نحط عليها الملوخيه بشكل عشوائي هكا. صافي هنا ملي حطيت الملوخيه غادي نحط الكورجيط حتى هي غادي نستفها. وكيف كتشوفوا معايا الكورجيط انا درت لها هكايا، فتحتها من الوسط باش يدخل لها الطياب وتجي بنينه. صافي غادي نقاد الملوخيه عفوا الكورجيط، غادي نقادها وغادي نحط حتى مطيشه. انا ما درتهاش بشكل دائري باش ما تغطي لياش على الخضيره ديالنا، باش تبقى الشكل ديالها باين. درتها غير هكايا طرونج، قشرتها وحيت لها الزريعه ودرتها هكايا طرونج.
وكيجي المنيضر ديال الطاجين متول وكيجي زوين. وهنا خديت واحد الربطه د المعدنوس والقزبر وغنحطها من الفوق حتى غادي يطيب، حتى يطيب الطاجين ونحيدو ديك الربيطه ونقدموه. وهنايا بعد ما ستفت الخضره ضروري غادي نزيد نفس التوابل اللي درت في الاول، غير هي غير شويه، غير رشيشه رشيشه باش ما كتجيناش الخضره باسله. واحد رشيشه قليله، الا الثومه، الا الثومه هي اللي ما زدتش. درت نفس التوابل الا الثومه والقزبر، هاد جوج ديال الحوايج هما اللي ما زدتش، القزبر يابس. صافي غادي نغطي على الطاجين. بعد ما يغلى الطاجين غادي نبقى ناخذ بالمعلقه، غنهز هكايا هاد المريقه هادي وغنبقى نصبها فوق من الخضره باش كتجينا الخضره كامله بنينه. كطيب الخضره كامله بنينه، ما كتبقاش من التحت بنينه ومن الفوق باسله، يعني كيجي الطاجين كله مقاد. هاد الطريقه هادي كنديرها تقريبا 4 ديال المرات 5 ديال المرات. وانا صراحه ما متفقاش اللي كيقول الطاجين كيطيب على نص ساعه او لا حتى 40 دقيقه، راه ما يمكنش. الطاجين راه كياخذ الوقت، لان راكم كتعرفوا الطاجين ديال الطين كيتنقصوا عليه البوطه وكيطيب على عافيه مهيله، وكتجي واحد المريقه خاتره ومعلكه، كيجي الطاجين ديالكم بنين. لهاد على الاقل كنعطيه واحد الساعه المكانه او لا ساعه وربع. صافي. وهنايا بعد ما طاب الطاجين هانتوما كتشوفوا كيفاش جا، راه شرب لينا ديك المريقه. ولكن واحد الملاحظه مهمه الاخوات والاخوان، الطاجين ها هو هزيته حيدته من فوق البوطه وحطيته فوق سطح العمل ومازال كيغلي. لهذا الاخوات والاخوان الطاجين غادي نطفيو عليه قبل ما يشرب لينا ديك المريقه. باش كنشوفوا الطاجين ديالنا طاب صافي وجد ومازال فيه واحد شويه مريقه، خصنا نطفيو عليه، لان الا نشف وحطيته هو مازال كيغلي يعني راه صافي، راه ما غاديش تلقاو ديك المريقه نهائيا. صافي يا اخوات والاخوان، كان هذا هو الطاجين ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديالو. شكرا لكم على المتابعه، وكنتمنى الاخوات الى عجبكم الطاجين ما تنساو لياش الاشتراك ولي لايك. شكرا لكم على المشاهده، مع السلامه، الى فيديو قادم.